طبعا يسعدني أن أكون في هذا الحفل الختام لبطولة الشهداء، وخاصة الشهيد عادل رحمه الله. أن هذه المناسبة هي احتواء لمشاعر الأهل والأصدقاء في مصابهم الأليم على أرواح الشهداء اللي يضحون من أجل هذا الوطن. طبعا أهنئ وأبارك لمديرية الشباب على احتضانها هذه المجموعة الخيرة من الشباب لإقامة بطولات في الأقضية والنواحي في البصرة، تعزيزا على انتمائهم للبلد وحرصهم على سلوكيتهم التي قد تنحرف فيما لو لم يتجهوا للرياضة. حسنا عملت مدير الشباب على استضافة هذه البطولات لكي تنقذ الشباب من مساوئ هذا المجتمع اللي الآن نعيشه، وهي انسيابية الشباب إلى أمور أخرى غير صحيحة. لذلك أنا أبارك لهم هذه التجمعات، لأنها إنقاذا للشباب من كل الحالات السيئة، وتوجيههم توجيه الصحيح حول حياة كريمة إن شاء الله. إضافة لأن هذه الرياضة والتجمع هو رافد من روافد الأنديتنا البصراوية. طبعا لأنه أنا يعني أؤكد وأنادي الإخوان المشرفين على الأندية في الحضور في هذه المباريات لاكتشاف المواهب الجيدة جدا والاستفادة منهم لأنديتهم إن شاء الله. الآن قاعدين هم نادي البحري يشاهدون ما أقوله إن شاء الله. سامي محمد ناجي، رئيس اتحاد كرة القدم فرع البصرة. الأستاذ كاظم فزع جراح، مدير مؤسسة الزبير الرياضية. حقيقة اليوم دعونا من الأستاذ إجباري في حضور بطولة هذه الشهداء، وأي بطولات تقام في الزبير أو على مستوى المحافظة احنا نكون السباقين بالحضور، وهذا شرف لنا، لأن هؤلاء الثلة الخيرة من الشهداء ضحوا بما يمتلكون من نفس الغالية، ورووا هذه الأرض بدمائهم الشريفة، فلا بد وأن نقف وقفة مشرفة اتجاههم ونساندهم بالبطولات وأي محافل تقام بالزبير أو على مستوى المحافظة. وها احنا كل الجمهور سباقين. فباسمي وباسم مؤسسة الزبير الرياضية التي أنشئت حديثا تم الحضور في هذه البطولة من بداية إلى حتى هذه اللحظة نهاية البطولة، وأسسنا المؤسسة استقطاب الشباب كلها الموجودة بدل ما تروح الأسواق، وهذه فسونا منتدى وتجمع المؤسسة الزبير لاحتوائهم وخوفا خروجهم إلى خارج الخط الثاني اللي هو ما مرغوب به في الوقت الحاضر. وبدورة أشكرك يعني على هذا اللقاء، وأشكر كل منظمين البطولة. هذه بطولة الشهداء الأبطال حبيبي.
عزيز شلونك عزيز؟ بعد قلبك والله. شفته؟ لا مسوعته. شفته؟ الكابتن عامر عودة. الكابتن هادي كريم. والكابتن مصطفى قاسم. الكابتن طارق عزيز. شباب الخليج. واحد على شباب الخليج. هو موجود طارق. الكابتن الكبير فالح نبهان. ما طارق خليه انا. والكابتن محمد مطر. هداف البطولة حامد توفيق من فريق الرافدين. أفضل حارس مرمى في البطولة اللاعب فهد محمد من فريق المشرق. أفضل مدرب في البطولة عدنان غالب من فريق القادسية. شكرا للكابتن عبد اليمنى. يتفضل افضل لاعب وسط من فريق العربي زياد حمود. هذا زياد اجي. افضل خط مهاجم من فريق الطلبه اللاعب احمد قاطع. ايضا افضل خط مهاجم من فريق المشرق عبد الخالق ميتم. تعال حيدر تعال احمد قاطع. تعال عبود عبود تعال. شكرا للكابتن علي اكبر. الكابتن السيد قصي عبد الخالق والاخ سالم لجهودهم المبذوله في البطوله. يقدمها الاستاذ عقيل. الاخ بدر حسام بتقديم هدايا كل من الكابتن الكبير سامي ناجي. الاستاذ عقيل طاهر
الإعلامي علي هدار. المصور وإعلام البطولة خالد الخضيفي. والإعلامي الأخ مؤيد الرباعي. الكابتن أحمد سالم. كادر قناة العراقية. الإعلامي ستار المنصوري. الإعلامي ماجد الصقر. سرايا حزب الله. اوقف ماجد اضحك كويس. حلو. نادي الغاز الرياضي كابتن علي اكبر. ونادي البحري الرياضي. على العيون مو على اكبر. شكرا للكابتن بدر حسام. جوائز الفائز الاول يتفضل الكابتن الكبير سامي ناجي بتقديمها. فريق القادسيه. Beş. Kas çıkıyor. شكرا للكابتن عدنان عقاب. يتفضل الاستاذ عماد خليل بتقديم كأس بطولة المرحوم عادل الجباري الثالثة على وهو فريق القادسية الرياضي. شكرا لكل من حضر وساهم في نجاح هذه البطولة، ومبروك ألف مبروك لفريق القادسية الرياضي.